عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. وياكم محمد مهدي، رجع لكم فيديو جديد ان شاء الله لكم. انا اليوم راح اقرا لكم اسئله الامتحان النهائي. قبل لا تبدأ الفيديو لا تنسى لايك سبسكرايب شير كومنت شعارات. يلا خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة الامتحان النهائي للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول. المادة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي. الوقت ساعتان. التاريخ 3/5/2023. إدارة مدرسة الإمام الحسن عليه السلام. السؤال الأول: التعبير. اكتب في أحد الموضوعين التاليين: هو شكر على دعوة وتهنئة بالنجاح. انت تختار من هذا وتكتب التعبير. هذا السؤال عليه 20 درجة. قواعد اللغة العربية. هسه قواعد مال اللغة العربية. السؤال الأول: الفرع. ألف: كون جملا مفيدة لكل مما يأتي. الإجابة ل3 فقط. عليه 6 درجات. جملة فيها حرف عطف يفيد المشاركة. جملة. النقطة الثانية: جملة فيها حرف يفيد التوكيد. النقطة الثالثة: جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع. جملة فيها مبتدئ وخبر. جملة فيها فعل يفيد التوقيت في الصباح. السؤال الأول فرع باء. استخرج الفاعل من الجمل الآتية ثم بين علامة رفعه. ل2 فقط. 4 درجات. يعبد المؤمن الله. خطط المهندس المشروع. يعمل العامل بجد ونشاط. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي ل5 فقط. هن 7 نجاوب على 5. هذا السؤال عليه 10 درجات. أولا: مكان حرف يفيد فراغ. التوكيد، التشبيه، الترتيب. فراغ هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. الفاعل، المفعول به، المثنى. النقطة الثالثة: يجر الاسم المجرور وعلامة جره فراغ الكسرة، الفتحة، الضمة. صار فعل ماض ناقص يفيد فراغ. التحويل، التوقيف في الزمن الماضي، النفي. ثم حرف عطف يفيد فراغ. الترتيب، المشاركة، الترتيب مع التراخي في الزمن. نقطة 6: يرفع المثنى وعلامة رفعه فراغ. الألف، الياء، الضمة. النقطة 7: المهندسات فراغ. جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم. نقطة 2 أو سؤال فرع ألف: اعرب ما يأتي ل2 فقط. 6 درجات. النقطة الأولى: حفظ المؤمن العهد. ثانيا: يزرع الفلاح القمح. ثالثا: إن الرافدين عظيمان. هذا السؤال عليه 6 درجات. السؤال الثالث فرع باء: اجمع المفردات الآتية ثم بين نوع الجمع ل2 فقط. 4 درجات. المؤدب، المتواضعة، والطائرة. الخط: اكتب بخط واضح 5 مرات العبارة الآتية. 10 درجات. الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. الإملاء: اكتب ما يملأ عليك من قبل المعلم. معلمة المادة: منال فرد.